ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة اول يوم مدرسة. طبعا اول يوم مدرسة بيبقى الدنيا زحمة، كل الشوارع الدنيا كلها زحمة، مفيش حتة فاضية. الطريق قدامنا اهو، هتلاقي في شوية زحمة شوية فاضية، بس الاكترية زحمة. طبعا عارفين كل الناس نازلة رايحة المدارس تقريبا في وقت واحد، حتى تحس ان كله بيصحى في وقت واحد. حتى الاطفال بالليل تقريبا الشوارع كلها بتبقى فاضية برضو في وقت واحد. طبعا احنا بادئين الدروس قبل المدارس بشهر كده تقريبا، علشان العيال تتعود ان هم على المذاكرة وعلى جو المدارس والحاجات دي. لكن برضو مفيش فايدة، تيجي اول يوم المدرسة مهما كنت منيماهم بدري برضو نفس القصة في حكاية الصحيان، مش عايزين يصحوا. طب انتوا نايمين بدري، لا احنا مش عايزين نصحى دلوقتي، احنا هنصحى كمان شوية كمان شوية. تقعدي تصحي فيهم بالعافية بقى، فين وفين على ما يصحوا من هنا ويبداوا بقى يلبسوا والكلام ده كله، ونخش بقى في ايه، في تحضير اللانش بوكس والقصص. ولا انا هاكل السندوتش ده، ولا انا مش عايزه السندوتش ده، اعملي لي سندوتش مش عارفه ايه. كل القصص والحكاوي بتيجي الصبح. ولا انا مش هنزل، اصل انا بطني وجعاني من اول يوم. احنا زهقنا من المدرسه. طب زهقنا ازاي؟ احنا لسه اول يوم، احنا لسه ما ابتديناش. احنا زهقنا، خلينا ناخد النهارده اجازه. فصراحه يعني اول يوم بيبقى صعب قوي على الكل. الاطفال مش متعوده انها تنزل تروح المدرسه، بقالها 4 5 شهور قاعده في البيت. واولياء الامور برضو مش متعودين ان هم يناموا بدري ويصحوا بدري عشان ينزلوا الصبح بدري يودوا المدرسه، والجو ده كله مواعيد بقى والتزامات والحاجات دي. فاول يوم صراحه بيبقى صعب على كل الناس. بس انا بقيت اشوف العيال وهم رايحين المدرسة أول يوم مش مبسوطين، يعني حتى في الشوارع كده بتحسش إن هما مبسوطين. أنا فاكرة زمان على أيامنا كان أول يوم، سيبكم من أيام المدرسة اللي باقية كلها، إنما أول يوم الناس بتبقى العيال بتبقى رايحة فرحانة، عايزة تقابل بعضيها، يقعدوا في الفصل يشوفوا الفصل، طب اللبس، طب هنلبس. إنما بتوع العيال بتوع دلوقتي لأ، هم يعني بيروحوا كده تأدية واجب، فرايحين مش مبسوطين، عارفين ان هم هياخدوا مناهج غريبة. هو صراحة المناهج غريبة، يعني من اول رابعة ابتدائي المناهج بتبدأ تبقى تقيلة ورخمة زي ما احنا عارفين، وخصوصا من اول رابعة، يعني رابعة دي ثانوية عامة بقت. فهم عارفين هم رايحين عشان يشيلوا ايه وياخدوا ايه مواد، فطبعا محدش عايز، يعني بيروحوا كده، بينزلوا يروحوا بالعافية. بس صراحة المنهج الجديد من أول رابعة ابتدائي صعب، يعني إن كان الحساب صعب، يمكن أسهلهم العربي مثلا، إنما الحساب صعب، والعلوم برضو صعب. العلوم فيه كمية حيوانات كتير جدا في الكتاب، وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وحاجات احنا أول مرة نسمع عنها، يعني احنا الكبار حاجات أول مرة نسمع عنها. فالعيال الصغيرة بقى بالنسبة لهم دي كارثة، بتوع رابعة ابتدائي. حتى الحساب عندهم حكاية انك تكتب الارقام بالانجليزي، هو متعود بقاله من كي جي 1 لحد تالتة ابتدائي بيكتب الارقام بالعربي، فجأة في رابعة ابتدائي لا اكتب بالانجليزي. فتلاقي العيل مرة يبدأ من الناحية دي، ومرة من الناحية دي، ومرة ينسى يكتب الرقم بالعربي ويكتب اللي جنبه بالانجليزي. واخر يعني على ما يظبطوا الموضوع ده بقى بتاخد لها فترة طويلة، يعني مش من اولها. ده بخلاف ان المنهج اصلا صعب. يعني انا ببقى معايا مسألة كده انا مش عارفة احلها، مش عارفة، ما هو المفروض مثلا نجمع او نطرح عادي، انما هم عندهم حاجات جديدة، استراتيجيات للحل، اللي هو بيحل بطريقة مختلفة عن الجمع والطرح والضرب بتاعنا بتاع زمان. فعشان تتحل المسألة لازم ترجع للكتاب او ترجع للمدرس او كده عشان انا افهم المسألة، وابتدي افهمها له او افهمها لها، او دي غلط ليه ودي صح ليه. فالموضوع مش سهل خالص صراحة يعني. ده بخلاف بقى ان اللغات اللي هو بياخده مش حساب، بياخدوه ماس وساينس، دي قصة تانية بقى، قصة تانية خالص. كل الحيوانات دي بصفاتها ومميزاتها وقصصها وحكاويها لما تتاخد بالانجليزي بيبقى الموضوع صعب، ومفردات كتير على العيال، كلمات انجليزي غريبة اول مرة يشوفوها كتيرة جدا. فالطفل رابعة ابتدائي عشان يحفظ كل كلمات الانجليزي دي اللي هي في الساينس كتير قوي عليه. حتى مثلا كتاب كونكت بتاع الانجليزي برضو اكتب باراجراف، ده هو اصلا طالع من تالتة ابتدائي، يا دوبك بيعرف يحط كام كلمة جنب بعض، يقرا كلمة، حاجات بسيطة. لا في رابعة ابتدائي عايز يكتب باراجراف، وفي الامتحان بيبقى فيه باراجراف، فالموضوع بيبقى تقيل.
فالعيل بيهنج كده، تلاقوه مهنج اول ما الدراسه تبدا ويبدا يشوف الحاجات دي في وشه كده، بيهنج معانا اول شهر كده. بعد كده بقى بيبدا يحاول ان هو ايه، يتاقلم على الوضع شويه لحد ما السنه تخلص. انما في الاول كده كلهم بيبقى ايه، حالتهم صعبه، اللي هو نعمل ايه، نروح فين. هو كمان بخلاف ان المنهج صعب، المنهج كتير قوي، يعني حتى المدارس ما بقاش فيها وقت ان احنا ناخد الدرس ونراجع بكره، لا مفيش حاجات مراجعه دي، خلاص احنا النهارده بناخد درس وبكره بناخد الدرس الجديد وبعده بناخد الدرس الجديد وبعده بناخد الدرس الجديد. مفيش حاجه اسمها انا هراجع، مفيش. كل يوم درس 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 درس، لان الكتاب مليان دروس كتير قوي قوي، فيا دوبك كل يوم درس درس عشان يلحقوا يخلصوا، وبيخلصوا كمان قبل الامتحان باسبوع مثلا. فمفيش وقت بقى زينا زمان كده كنا ناخد الدرس ونقعد نراجع عليه حصة واتنين في المدرسة، لا، منهج كبير قوي. هو صراحة المنهج من اول رابعة ابتدائي، يعني الترم الواحد، كتاب الترم الواحد عايز يبقى للسنة كلها، يعني نجيب كتاب الترم الواحد ونقسمه للسنة كلها كده حلو. انما الكتاب ده كبير قوي على ترم، العيال مش بتستوعب، العيال بتهنج في النص كده وبيقع منهم نص المنهج وهما ماشيين، فكمية كتير قوي. فصراحة المناهج بقت صعبة قوي عن ايامنا زمان، يعني المنهج بقى كبير قوي وصعب قوي عن زمان. بس لما تيجي تقول لحد كده يقولك ما هو الطفل بتاع دلوقتي غير بتاع زمان. يا جماعة والله هو مش معنى ان العيل ماسك التليفون وعمال يلعب في اللعبة بقى ان هو عبقري، لا، عادي، هو عادي، ما فيش اي تغيير في تفكيره عن بتاع زمان. هو بس قصة انه ماسك التليفون وعمال يحرك اللعبة يوديها يمين ويوديها شمال، مش معنى كده انه عبقري يعني ما بيشتغلش برمجة على التليفون، ده كل القصة تنزيل من جوجل بلاي وشكرا على كده. الناس واخدة فكرة غلط ان خلاص هم عباقرة عشان ماسكين التليفون 24 ساعة، وده غلط خالص، مش حقيقة. يعني اللي بنشوفه بقى ما بتيجي تشرحي في البيت او في المدرسة مش حقيقة خالص، العكس تماما هو اللي بنشوفه. يعني تحسي مثلا ان الناس اللي بتحط المناهج لو شافوا التفكير بتاع العيال وطريقة استيعابهم وطريقة مذاكرتهم مش هيحطوا المناهج دي خالص كده. يعني اول يوم دراسة تقريبا حاولت اديكوا فكرة عامة عن تفاؤل العيال وهم اول يوم في الدراسة، تفاؤل باين عليهم خالص. هبقى معاكم برضو فيديوهات تانية في ايام تانية واحنا رايحين المدرسة. كده الفيديو بتاعنا خلص، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد اول ما ننزله على طول. باي باي.